يا سلام يا سلام. هون كان في جامع هدو. شو اسمك انت يا شطوره؟ هاجر. هاجر. وانت يا اموره؟ كيفك معلم؟ الله يحسن الجبر. ايش قد الكيلو معلم؟ والله عندي 200 ريال. 200 ريال يعني $5. كاني كان في شيء عم يتاسس هون، كانوا مجهزين حالهم هنيك. هي نوعيتها سامه. السلام عليكم، كيفكم؟ شو الاخبار؟ الله يسعد لي اياكم جميعا اخواتي وحبايب القلب من اجواء دركوش الجميله. اخواتي، اجواء الشتاء الرائعه، جيناكم انا وهشام اليوم بمقطع جديد وفيديو جديد. وفيديو جديد، فان شاء الله ينال اعجابكم اخواتي. الله يحفظكم ويبارك فيكم. بس اول شيء حابب افرجيكم هي الاطلاله، هي الاجواء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، من على جسر الحديد. اللي صار فينا بالفترة الماضية بتعرفوا انتم، غيرنا البيت الاول ورجعنا غيرنا البيت الثاني ورجعنا، يعني وما مرتاحين بالبيوت سبحان الله. اه تعثرت كثير بالنسبة للبيوت، هي اول شغلة. كثير منكم ناطر يعرف شو اللي صار معنا وشو الاسباب اللي ادت لهذا الانقطاع اللي صار، وليش تغيير البيوت وليش غيرت البيت. فبهذا المقطع راح احكي لكم كل شيء بالتفصيل، ولكن بنفس الوقت حابب اخذكم جولة سياحية شتوية بمدينة دركوش. بتمنى انه تنال اعجابكم، فلا تنسوا تدعمونا بلايك، شير، سبسكرايب. الله يحفظكم جميعا. شو حابب تقدم للمتابعين هشام؟ اليوم بدنا نقدم لكم أحلى وقت. بدك تخلي حدا يحكي على تصويرك شيء؟ لا. اكيد؟ أكيد. يلا يا رب. حبايب القلب، خلونا اول شيء نروح ناخذ لنا فنجان قهوة نصحصح حالنا. شوفوا لي كيف الدنيا فاضية على الاخير على الاخير، يعني ما في ناس، مع ان الجو جدا حلو. ما شاء الله لا قوة الا بالله. تعال شوفوا لها البنوتة الحلوة. تعي تعي تعي. مرحبا يا حلوة. مرحبا. تعي. تعي نشوف كيفك. سيك هشام، كيفك؟ شو اخبارك؟ سهل حلو هذا يا عمري يا عمري انا يا عمري. شو اسمك انت يا حلوة؟ ما شاء الله اخواتي الكل يكتب بالتعالي ما شاء الله لا قوة الا بالله. بطيخة عم تمشي على الارض ما شاء الله. الله يحميك لاهلك. فكمان تعرفنا على ضيف جديد اخواتي بحلقة اليوم، ما كان تعرفنا على اسمه. الله يحفظكم يا رب. شوفوا لي على الاجواء ما شاء الله لا قوة الا بالله، شيء برد الروح اخواتي. الاجواء جدا حلوة جدا جميلة. وصلنا معلم هون على كافيه العرب، احلى كافيه على كورنيش دركوش معلم. يعطيك العافيه معلم. الله يعطيك على شو الشغلات الحلوين بعد امرك، والله شيء بشهي ما شاء الله. شوفوا لي اخواتي كيف عم ينحلوا انحلال. يا سلام. الله يسلم هديات يا الله اخي. يسلمك يا رب. على بعد سلام. امرك زبط لنا شفه قهوه على ذوقك، إيه تكرم. كبس حلوه مع مبيض. تكرم. الله يكرمك يا رب. يعني الحلوه الحلوين هيك بيقولوا، ما بحسن اشرب بس هذا وسط، ما بحسن اشربها. استنى بين ما تصير القهوه. قارب حزين بالشتويه يا اخواتي، حتى القارب حزين ليك وينه قاعد لحاله واحوه. هي اليوم بما ان الجو شمس ما شاء الله، في ناس على الكورنيش يعني بس ما كثير. عم تصطادوا سمك؟ شو عم تصطادوا؟ شو اسمك انت يا بطل؟ شو اخبارك؟ طمنا عنك بالقلب. اهلين بالورد، كيفك انت؟ طمنا عنك عمو. الحمد لله. شو عم تصطادوا سمك عمو؟ عم تتسلوا؟ احلى شباب. شوفوا لي تحضير القهوه معلم، شوفوا لي اياها كيف عم تنزل. يا سلام يا سلام. ذهب. ذهب صافي معلم. شو مكتوب عليها الكاسه؟ دع الايام تفعل ما تشاء وتعال اشرب قهوه. ايوه، شو هالمثل هذا؟ دع الايام تفعل. بنرجع نقرا مع بعض، نفحصها بنشوف شو وضع شو تبعيات هي الجمله يا اخواتي. تفضلوا نقعد نستريح. فالجمله المكتوبه تعالوا اقرأوا لي اياها لشوف. دع الايام تفعل ما تشاء وتعال نشرب قهوه. نظامي دمعة اخواتي، شي بصح الراس، خليك تزوزي على 24. رجال اجواء الشام هيك القعده هون.
فاخواتي اللي صار فيني بالبيت القديم، عندي دوامين على المدرسه، ياسمين دوامه كثير بكير، الدنيا ليل يعني كنت عم بغدى، وهشام ومصطفى دوامهم مختلف عنا، احيانا بيحكموا مع بعضهم، فعندي صعوبه، كان منطقه بعيده. اول سبب هو البعد اللي خلاني اطلع من هنيك وقرب على المدينه. اي والله حبايب القلب. وهون في عنا المتابعين الحلوين. مرحبا، السلام عليكم. شو اسمك انت يا شطوره؟ هاجر. هاجر. وانت يا اموره؟ هاجر. ما شاء الله ما شاء الله. اخواتي هذول المتابعات الغالين على قلبي يا اخواتي، متابعين اوفياء اخواتي، ما شاء الله عليهم، الله يحميهم. الكل يكتب ما شاء الله اخواتي. انا بدي متابعيني كلهم هيك نفس الترتيبه. الله يحفظكم ويبارك فيكم. هاجر وخديجه، هاجر خديجه وهاجر. هون خديجه وهي هاجر. مرحبا يا هاجر، كيفك؟ كيف الحال؟ ما شاء الله. تخجل اخواتي. فهي الصعاب اللي قابلتني بالبيت اللي بعيد اخواتي، فاضطريت اني اجي على البيت القريب هذا اللي هون، يعني اقرب على كل شيء، صارت المدارس اقرب، الاولاد كل شيء قريب عليكم، مثلا هشام بجيب اغراض للبيت كذا، بينما هنيك انا اي شيء انا بدي اروح جيبه، والمشوار بالليل ما حلو اخواتي، بتعرفوا الدنيا صارت شتويه. وفي شغله كمان كذلك الامر، اللهم صل على سيدنا محمد، اني انا اكلت البرد ودقت البرد قبل العالم ما تدوق البرد هون، يعني البرد بالمنطقه اللي انا قعدت فيها ابرد من هون بكثير، فاجتني الشتويه قبل العالم اخواتي، وهذا الامر كمان كان صعب، الله المستعان. فاضطريت اني ارجع المدينه. وبالنسبه لترتيبه البيت الجديد ممكن اطلع لكم فيه مقطع، لاني في معه برندة ورانيه هيك على الجبل، عم حاول تكتك له وظبط الامور، بحيث اني اذا حبيت اطلع لكم مقطع انا الشباب الطيبه ان شاء الله باذن الله تعالى بنطلع لكم باذن الله. بس اليوم بما اني هيك الاجواء حلوه وجو شمس مشمس، حبيت اطلعكم لبرا. وهلا راح نزور اماكن زرناها بالصيف وراح نرجع نزورها بالشتويه، نشوف كيف صارت الاجواء فيها، كيف صارت المناظر فيها، كيف الترتيبه في ظل الشتاء. شلتك من قلبي ندمان خاويتك، غدار يا خسارة كان القلب بيتك. شلتك من قلبي ندمان خاويتك، غدار يا خسارة كان القلب بيتك. حبك كذبي يا خوان ضعت مع ريح النسيان، حبك كذبي يا خوان ضاعت مع ريح النسيان. ايه يا ويلا. طيب القلب، هلا صرنا هون بالسوق معلم، راح نطلع محل بوظة. السلام عليكم، شلونك يا طيب؟ الحمد لله رب شو العالمين. اخبارك؟ شو هالعبيدات الكويسين هذول معلم؟ شو هالفستو العبيد هذا الكويس؟ اخواتي شلونك معلم؟ الله يحفظك يا رب. كيف الشغل اول شيء؟ الحمد لله رب العالمين. شو هالعبيدات الكويسين معلم؟ شو هالتشكيله الحلوه هاي؟ على كيفك معلم. الله يحسن الجبر. شو قد الكيلو معلم؟ والله عندي 200 ليره. 200 ليره يعني $5 اخواتي. كيلو هي التشكيله الطيبه، فستق ما فستق وكاجو وما كاجو، يا سلام. 200 ليره ترتب يا بلاش. بركي هلا عرج عن خبر. بالنسبه لهالشغل انت بك مصوايه معك ان شاء الله تعالى؟ عم تطلع مصروفاتك؟ والله انا اليوم عامل كويس، عامل على البصره، بنعمل بالبصره. على ضيق بضاعة شفافة، هو مطبخ احسن من سكرات، اجيب لي بضاعة اشتغل عليها اليوم. الله يحسنك يا رب. اخواتي مثل ما تسمعون كلمه عم تشتغل على البصره هي يوميا اخواتي. طيب بشكل عام قديش يوميات العمال هون حاليا؟ مثل ما سمعت عم تشتغل هون، قديش عم تاخذ يوميا؟ والله انا اعطاك 150 بس حسب الشغل. حسب الشغل. اخواتي 150 ليره، في ناس عم تاخذ تركي، في ناس 250. لا لا، 250 طبعا على التركي.
الله يحسن الجبر عنك يا رب، والله يوسع عليك وان شاء الله بصير صاحب محلات باذن الله. راسي شو بدنا صغار ابو وحيد، احلى ابو وحيد. راسي انت ابو وحيد وانا واخ وحيد. راسي الله يسعدك يا رب. الله يسعدك يا رب. يا اخوي اخواتي سكان دركوش 200 ورا اخواتي، كل واحد كيلو من عند السلمه، كبروا مال الحكايه. الله يحسن الجبر يا رب. السلام عليكم. شرفت. في مليون ابو وحيد معنا اليوم بسوريا يعني 150 باليوم. والله العظيم امر محزن اقسم بالله، والله العظيم ما بتعمل شيء يا اخوان، والله العظيم ما بتعمل شيء. لله الامر، هيك الاحوال يعني، هيك الاحوال. تذكروا ابو البوظه اخواتي اللي كنا دائما بالصيف نشتري من عنده بوظه؟ اكيد عرفتوه. يلي ما يعرف ابو البوظه يرجع بالمقاطع لورا، طلعنا بفلوقات كثير، وفي ماكينه بوظه صنعتها انا. هذا ابو ثلاجات الريان اخوان. حزين حزين يا اخي، كنت مسميه ابو حلب الصيف، هذا هو ابو حلب. ابو حلب شلونك ابو حلب؟ شلونك اخوي؟ تحياتي لاهل حلب وجميع اخواتي. شلونك معلم؟ شو اخبارك؟ منيح. طمنا عنك. منيح. عرفنا عن اسمك. عبده. اهلين بعبده الورد. شو عم تشتغل يا عبده؟ والله ميكانيكي. ميكانيكي معلم انت ولا لساتك هيك؟ لا معلم. يعني اذا جبنا لك سياره بتصلحها ولا بتخربها معلم؟ بتصلحها. ايوه. طيب سؤال، قديش عم تاخذ يوميه؟ والله ما بيومية بالاسبوع. بالاسبوع قديش جمعيه؟ 200 احيانا بيعطوني 300. يعني يوم جمعيه العامل اخواتي مثل الشاب هذا، تمام؟ شو كان اسمك انت؟ عبده. مثل عبده مثلا عم ياخذ جمعيه 200 250 حسب الشغل يعني. هي احوال الشباب تبعونا يعني هيك، لله الامر اخوات. كمان شو 200 بالجمعه يعني. مثل هذا عبده بيكون عم يساعد اهله مثلا بجمعيته وكذا، بيقول لك بحصل تسند جره يعني، بس والله 200 250 ما بتعمل شيء. فبتمنى من اهل المصالح اذا مفايه معكم ارفعوا اجور العمال شوي، رأفوا بحال الناس يعني شيء منه والله ما بعرف، لله الامر والله المشتكى. الله يفرجها علينا وعلى امه محمد يا رب. الله يرزقك يا عبده. الله يسلمك. على فكره عبده بعرفه من المتابعين الاوفياء للقناه يعني. الله يسعدك. هذا المقطع راح ينزل بكره باذن الله. احلى عمي عبده. السلام عليكم. السلام. اخواتي على راسي يا طيب. فهيك اخواتي هذا الوضع وهيك الاحوال يعني. هاي الاجواء بدركوش. اخواتي هون كان في جامع هدوه، وان شاء الله راح يطلعوا لنا بجامع افضل منه. هذا الجامع تعرض لقصف فتضرر كثير، وبالزلزال خاصه تضرر، فان شاء الله تعالى عم يعمروا لنا جامع جيد باذن الله تعالى ومساحته كبيره. اهالي دركوش بيعرفوا لهذا الجامع. الله يعطيهم العافيه لهالعمال اللي عم يشتغلوا في هون ويكتب اجرهم يا رب بحق لا اله الا الله. والعشره متهون، والعشره متهون، العشره متهون إلا على ابن الحرام. يا طير يا مسافر لا وصل له هذا الكلام، ميت حبيبك قله والليلة بد ما ينام. يا طير يا مسافر لا وصل له هذا الكلام، ميت حبيبك قله والليلة بد ما ينام. عشرتنا ما ناسيها كل لحظة فكر بيها، عشرتنا ما ناسيها كل لحظة فكر بيها. والعشرة متهون إلا على ابن الحرام. يا طير يا مسافر لا وصل له هذا الكلام، ميت حبيبك قله والليلة بد ما ينام. بهالطلعة هيدي لفت انتباهي ان اجور العمال جدا قليل يعني، فما بعرف، لله الامر ولله المشتكى. الله يصلح حالنا وحال البلد يا رب. شوفوا لنا الاجواء. هي المنطقة اسمها القليعة. بدنا نتسلق الجبال كرمالكم اخواتي، حتى نجيب لكم هاللقطات. هي راح نضطر نتسلق الجبال، ننزل الوديان. شايفين هذا الشلال؟ هذا اول ما جيت لهون
تعال نقول شلال يعني. تمام. نازل من فوق لهون هيك رايح لتحت على المجرور اخواتي. وايز بتفاجأ انه هيدي مياه صرف صحي. فاللي كانوا متابعيني من دركوش فرطوا من الضحك معلم لما سميته شلال. قالوا لي هذا مياه صرف صحي جاي من فوق الجبل، من فوق من هذاك الجبل وراه في ضيعه اسمها الزهراء وعامود من هنيك معلم. تعالوا شوفوا لها المغاره. هشام فرجيهم المغاره للمتابعين. شوفوا يا هشام شوفوا شكلها من جوا. ليكم تطلعوا من هون ومن هون تطلعوا من هون. يا بابي ايه هاي دخل. حطوا لنا لايك، دعمونا بتعليق حلو، الله يسعدكم يا رب. المقطع هو ما فيه كثير شغلات يعني. مقطعنا اليوم كان عباره عن تنفيسه لبرا. حبيت اخذكم بهيدي الاجواء. انا رح صور لكم هون الاجواء كلياتها. من زمان كنت افتح بهديك النقطه بس مباشر عند الشلال اخواتي. يعني هسه شوي راح تسموني الرجل الاسود اخواتي. بتمنىكم انه تحطوا لنا لايك واشتراك على هذا المقطع، لانيتو رح ننزلكم مقاطع كثير حلوه بالايام القادمه. تمام. الشهر الماضي شفت اني هون عم يعملوا كاني عم عين من هيك بيت امي بيكشف لهالنقطه هاي. تمام. فكنت عندها طلعت على البلكون فشفت اني هون كاني كانوا عم يعملوا خيمه او شيء، كانوا عم يعملوا اساسات بدهم يعملوا شيء. بس هلا بتفاجئ ان هذا الشيء كله ملتغى. فاحتمال يكونوا البلديه منعتهم او كذا، انه هون انت ما بحق لك تعمل بيت هون او تعمل هيك شيء يعني عم تستملك الجبل. فالله اعلم. الا كانت الامور عباره عن تاسيس. طلعت تاسيسات اخواتي كاني كان في شيء عم يتاسس هون، كانوا مجهزين حالهم هنيك عاملين نار والامور طيبه. ولكن كاني ما بنعرف شو الاسباب نحن، بس انا تخمين خمنت. هشام شو رايك بالاجواء هون على القليعه؟ كثير حلوه القليعه؟ طالما ما شاء الله اخواتي، يعني قاعده جدا حلوه وجميله ما شاء الله لا قوه الا بالله. تكشف على دركوش كلياته. بعدك عني صرت انا طير جري، قرب مني خلي قلبي يستريح. بعدك عني صرت انا طير جري، قرب مني خلي قلبي يستريح. يا حبيبي لي يعود نقضي أيام العمر. يا حبيبي لي يعود نقضي أيام العمر. انت فرحي كل منايا، الله لا يحرمني منك. اخواتي وحبايب القلب مثل ما شفتوا هاي الاجواء الحلوه جدا، اجواء جميله، ونحن جاهزين نستضيفكم تراها. يعني اللي حابب يزورنا اهلا وسهلا، ناخذكم بجوله سياحيه ضمن دركوش. بتمنى من اصحاب العمل، اصحاب الشغل، اصحاب القدرات اللي قادرين يفتحوا شغل، يفتحوا مصانع، يفتحوا اشغال، يفتحوا محلات، يفتحوا امور، يديروا بالهم على العمال الفقيرين. يعني هذا العامل اللي رزقته من الله عز وجل، ولكن انت سبب. يعني لازم انت تدير بالك على هذا العامل وتعطيه قدر المستطاع يعني شيء يكفي احتياجاته. مثلا الله اكبر، هي اذن علينا اذان العصر، ان شاء الله هلا بنروح بنصلي العصر باذن الله تعالى. اذا كانت اموره تعبانه تساله شو الوضع، كيف اموره، كيف حياته، كيف معيشته، تساله وعلى الاساس تقدر وضعه. يعني قدر المستطاع حاول ارفع له الاجره شوي، لاني والله ما عم ياخذ من جمل دام. فكنت حابب اعمل مقطع كامل، فالحال مبين ما في داعي للمقطع. يعني سؤالين ثلاثه مبين القصه. فهيك معلم، تعال نشوف الشباب. طيب يا بطل، كيفك يا نمر؟ لك يا حي الله شباب الطيبه، شلونكم؟ هي نزلت عندكم انا. نحن هلا رفقات راح نتعرف على بعض. شو اسمك انت؟ عبدو. عبدو. وانت؟ حسام. حسام؟ يا حسام يا حسام. وانت يا بطل؟ لؤي. عبدو، حسام ولؤي. فشو بتخبرونا خيو، شو عم تعملوا هون؟ شو لا نطلع نضرب. طالعين تخيموا؟ ايه. عدة الشاي، وين عدة القهوة، وين المشاوي، وين المقالي؟
تعال نبرق. حسام انت؟ يا حسام هيك بنزعم بعض. عبته حسام ولؤي يا اخواتي. يعني شايفين الجو حلو، خرج انه هيك سيران، فطالعين يتشمسوا، احنا شباب. ثاني مرة طلعونا معكم بريق شاي، نحن ما مطلعين معنا. نحن كلكم حبة حطبات من هون من هون، بنعمل لنا كاسة شاي بنبرق. صح ولا ما صح يا لؤي؟ احلى شباب، شرفت بمعرفتكم. احلى شباب، اهلين برفقاتي. عاملين لي متابعة على القناة؟ ايه. يلا السلام عليكم، احلى شباب، الله يسعدكم على راسي. يا ابني وين رايح انت عم تصور؟ وين رايح على الوادي؟ فرجيها الفرجيه. رايح بيرجع من دون ما عين اخواتي، بده يرجع بده يروح على الوادي. لك يا ابني انتبه على حالك. مثل ما شفتوا والله انهم شباب فهمانين واكابر يعني شلون بدي لكم يعني؟ خيو مزوقين، يعرفوا انه الجو حلو فطلعوا يتشمسوا. لكن هلا نحن وجايين لهون شفنا شغله حابب افرجيكم اياها. هي المغاره الى بابين، اللي صورة البروفايل اللي قلنا تبع القناه الاولاد واقفين هون. هي مدخل، هذا مدخل ثاني جوا مساحته شي 4 امتار ب 5 امتار تقريبا. يعني مغاره معلم. اذا حدا نطع هون كانت الدنيا مطر وما مطر كانوا يلجأ له ويشغل فيها حبه نار ويتدفى عليها. ريشة فرجيني اياها للشباب، شوفوا لها هي الفطر اخواتي. هي نوعيتها سامه ولا ما سامه اخواتي؟ نوعيتها اذا نوعيتها سامه اخواتي اكتبوا لنا بالتعليقات. يعني هاي فطر شيء بيشهي القلب اخواتي. تعالوا نشوف هيك اذا فتحناها هيك بالنص، ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين شلون؟ مبين عنا ريحتها زاكيه، بس ما بسترجي اكل منها والله. شوفوا لي على هاي الفطره اخواتي، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عافيه اخواتي، عشاق الفطر. وهي احلى فطر تازه من عنا من الكرم من القليعه. هي فطرتين، هي الثالثه. يا سلام يا سلام. على شو عازميني؟ على القعدة. عازميني على القعده الشباب. والله اجى لؤي وقال لي عمو تعال اقعد معنا، عازمينك نحن. يعني ما برجي لكم. على شو عازميني؟ بدنا نشرب شيء ناكل شيء ولا بس هيك قعده؟ على بدنا نجيب شاي؟ بدك تجيب شاي من البيت؟ لا ما في داعي، خلص كأنك جبت. انا شربان قهوه ما بدي اعزمك هلا. المره الجايه بنتفق، عرفت علي شلون؟ وبنجيب معنا شاياتنا وبزراتنا وبنعمل قعده شباب. احلى عمي لؤي، احلى شاب، الله يسعدك. اخواتي هذا لؤي بده يصير من رفقاتنا من يوم رايح. الله يرضى عليك يا عمي حبيب القلب. بتمنى تكونوا انبسطتوا على شفت الطبيعه. بتمنى دعمونا بلايك شير سبسكرايب. الله يحفظكم. انتظرونا بمقطع جديد ان شاء الله يكون اقوى من هذا المقطع بكثير. حب كبير لكم، ناطر تعليقاتكم رح رد عليها كلياتها. والسلام.